اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. ازيكم ايها الرائعين الاساطير، ايها الابطال الزوافن العظماء. اهلا بيكم في القسم 29 من حكايتكم المحبوبة وون هوي امبراطور النصل. فلو انت فوتت كل اللي فات فانت رايح فين يا باشا؟ انت لازم تشوف كل الاقسام اللي فاتت الاسطورية من قائمة التشغيل او من الوصف. وبدون مقدمات ما تنسوش تفجرونا من اللايكات، ويلا بينا نكمل اللي فات. وبعد ما جيك رمى كل القطع السوداء والبيضة على بطننا وونهوي وقال له انه يقطعها، بيبدا بطننا وونهوي انه يقطع يمين شمال، ولسه جيك بيبعت عليه اكتر واكتر من القطع، ولكن بطننا وونهوي حرفيا بيستبد القطع تماما وبيقطع فيها كلها. وبنشوف هنا تلميذ جيك اللي اسمه ماو بيقول انا مش مصدق، هو بجد عملها بدون ما يخرج من الدايره؟ سيدي انا هحاول ان انا اعمل الموضوع كمان. ولكن جيك بيرد عليه انت ما لاحظتش الموضوع لسه. وبيشوف هنا ماو حاجه وهي بطننا وونهوي وهو بيرمي القطع البيضاء. وبيكمل جيك هو اثناء تصديه للقطعه السوداء وتقطيعها جمع كمان كل القطع البيضاء في ايده اهو. وبيكمل جيك انت اكيد بتعرف ازاي تستخدم ايدك اليسار كويس. فبيقول له وونهوي ما ده سبب ان انا عملت شيء زي ده. فبيرد جيك يا للاسف، رغم ان انا كنت واثق ان انا افضل مبارز القمه السماويه لما يتعلق الموضوع بتدريب التلاميذ. فبيقول له ماو انا اعتذر يا سيدي، كان تلميذ المعلم كسول قوي وتسبب في اهانه المعلم. ولكن جيك بيكمل مفيش داعي تعتذر لي، فما فيش حد بيتمتع بالتفوق المطلق بدلا من ده، اعتبره درس تعلمته وامشي لقدام. فبيقول له ماو اعمل كده يا معلمي. ولكن بطلنا وونهوي بيقول علاقتهم جميله بجد، لو كنت انا وهاي اكشن مكانهم كان هيقول لي ازاي تتجرأ تخسر كده وتلطخ سمعه معلمك ويعصرني زي المنشفه بالظبط. وهنا بيقول له جيك اعتذر عن اختبارك، هنا اتصرفت بعدم احترام تجاهك بغير قصد، لان انا كتير ما قابلت اشخاص بيستغلوا اسم صاحبي القديم. فبيقول له وونهوي لا ازاي انا ممكن القي لوم على محارب عظيم زيك يا سيد جيك كواغ اللي كان صاحب مقرب لمعلمي. فبيقول جيك زي ما هو متوقع من تلميذ الرجل العظيم. وهنا بيقوم تشوغون وبيقول ايها السيد الشاب، سمعت انك ظهرت بعد اختفائك لمدة سنة. من غير المحتمل قوي انه يرجع الولد اللي تم طرده من عائلته بسبب تضرر الدنتن الخاص بيه كخليفة لمبارز القمة السماوية الجنوبية المختفي. اكد سيف جبل هايونج الاول هويتك مرة الاولى، ومع ذلك كعضو في الجيش ما كانش قدامي خيار غير ان انا اهدئ شكوكي الخاصة. فبيقول وونهوي بنفسه حتى انهم سالوا سيف جبل هايونج عني. فبيكمل تشوغون انا لازم بيا اعتذر دلوقتي من السيد الشاب، سامحني على التصرف بوقاحة لان انا كنت عايز اتحقق من هويتك الحقيقية. ولكن بطلنا وونهوي بينحني له بيقول لا اطلاقا، اعتقد انه من حسن الحظ انه شرف معلمي ما تضررش مع تاكيدكم للشكوك. فبيقول له تشوغون انا ممتن لاعتبارك للموضوع كده. وبيقول وونهوي بنفسه هل اتشالت كل الشكوك حواليا كده؟ وهنا بيكمل تشوغون اعذرني ايها السيد الشاب اذا كنت ما بتمانعش، هل ممكن اسال ازاي انتهى بيك المطاف تلميذ عندي جونج داي؟ وهنا بتنط سيما وبتقول كان مبارز القمه السماويه الجنوبيه بيعيش بالقرب من جبل ايليو بمقاطعه يونان، وتعرف على السيد الشاب هناك بطبيعه الحال. وبيكمل وونهوي لما كان المعلم بيعاني من جسده المريض قبلني كتلميذ عنده وقتها. فبيقول له تشوغون جونج داي دلوقتي مريض؟ فبيقول له وونهوي هو بحال افضل دلوقتي عشان كده مفيش داعي تقلق. فبيتكلم تشوغون هو وجيك بالتخاطر، وبيتساءل بطلنا وونهوي هما بيتكلموا عن ايه. وهنا بيقول تشوغون انا عندي شيء جدي عشان اناقشه، عشان كده امشوا كلكم. وبيخرجوا كل الحراس من المكان. فبيستغرب بطلنا وونهوي وبيقول لنفسه هو قال للكل انهم يمشوا، يا ترى بينوي على ايه؟ وبعدها بيقول لتشوغون باين انك ناوي تقول لي حاجات محدش لازم يسمعها، اتفضل يا سيد تشوغون. فبيقول لتشوغون ايوه ده هو الموضوع، مش لازم لاي حد انه يسمع اللي انا على وشك اقوله لك. فبتقول مايونج ايها القائد هل مفيش مشكله بده؟ فالشيء اللي احنا بنعمله تعطيل لمهمتنا. فبيقول لا وونهوي بالتخاطر معاكي حق. وبعدها بيكمل اعتذر منك اذا كان كلامك هيتسبب ليا في المشاكل فانا مش عايز اسمعه. فبيقول له تشوغون لا انا مش وانوي ان انا اتسبب بالمشاكل ليك، ايه رايك تسمع اللي عندي الاول؟ تقدر تمشي من المكان ده بحريه اذا كنت بتعتقد انك مالكش اي دعوه بالموضوع، مش هضغط عليك عشان تبقى وتسمع. فبيقول وونهوي بنفسه لو اتصرفت وكاني مش مهتم هيشك بيا من جديد ان انا اكون تلميذ عند مبارز القمه السماويه بيسبب لي مشاكل بجد. وبيقول لتشوغون اتفضل اتكلم. وبيقول لنفسه
اذا سمعت اللي عنده وتبين انه مش لازم علي اتورط فيه مش هتردد نهائيا في ان انا امشي فورا. وهنا بيقول له تشوغون: ايها التلميذ سو وونهوي، هل سمعت من معلمك عن مبارزة خاضها مع راجل عنده عيون ذهبية؟ فبيتصدم بطلنا وونهوي، وبعدها بيقول لنا: الشخص داك اللي تسبب في انه يموت مبارز القمة السماوية الجنوبية جونغ داي، واللي قطع رجلين الراجل الغامض ورماه في الوادي. انا بتكلم عن الراجل مجهول الهوية ذو العين الذهبية. فبين انه الاثنين دول بيمتلكوا معلومات عايزين يشاركوها معايا، فهل اوافق على مشاركة معلوماتي معاهم كمان؟ فبيقول له جونغ داي: وونهوي، انت مش مضطر انك تبقى هنا وتناقشهم حوالين الراجل داك بسبب علمك بمعلمي السابق. انا مش عايز منك انت يا سيدي الحالي تتورط مع شخص خطير زي الراجل ابو عين ذهبية داك. فبيضحك وونهوي وبيقول: يا جونغ داي، واثق انك بتشعر بالفضول اكتر مني حتى تعرف هوية الشخص داك، فاحنا هنا زي العائلة، خلينا نواجه الموضوع مع بعض. وبيقول له وونهوي: قال لي معلمي عن القتال داك. فبيقول جيك: كنت عارف. هل القتال داك مرتبط بمرض جونغ داي؟ فبيقول وونهوي بنفسه: بين انهم شعروا بالقلق وبس حوالين صحته، من المنطق ده هعمل لهم كذبة جديدة. وبيقول لهم وونهوي: ايوه بالظبط كده. فبيقول تشوغون: اذا فهو في حالة مشابهة لنجم نصل الشمال، صح؟ فبيقول جيك: اعتقد انه تخميننا كان صحيح يا تشوغون. فبيقول وونهوي بنفسه: تخمين صحيح؟ هم بيتكلموا عن ايه؟ وبيسألهم وونهوي: هل ممكن اسأل عن قصدكم؟ فبيقول له تشوغون: اللي اخبرك بيه دلوقتي هو تاريخ محدش يعرفه الا المحاربين الكبار بس. بقول لك الموضوع ده لانه متعلق بمعلمك، عشان كده ارجو منك تخلي الموضوع سر. فبيقول له وونهوي: فهمت، اتفضل. فبيقول له تشوغون: باين انه طائفة الدم هتصحى من جديد. وهنا بيتصدم بطلنا وونهوي صدمة حياته، وبتقول له سودام: اللي بيفاجئني اكتر هو امتلاكهم جواسيس ما بين طائفة الدم. فبيقول وونهوي: هل الراجل ذو العين الذهبية علاء بالطائفة؟ فبيقول له تشوغون: مين يعرف؟ تشوندو وتشونجي، هل تعرف مين بيكونوا؟ فبيقول له وونهوي: اكيد عارف، مش دول افضل قادة الفصيل السياسي، وهم كمان بناء على السمعة وحدها على قدم المساواة مع معلمي. وبيقول وونهوي بنفسه: حصل الموضوع في اوقات مختلفة، ولكن اتنينهم ماتوا بالفعل. استنى، مستحيل. تشوندو وتشونجي ومبارز القمة السماوية الجنوبية جونغ داي كلهم محاربين، مش بالغرباء بالنسبة لمجتمع الموريوم. بالنظر لسرعة نمو قدراتهم كانوا متوقع انهم يكونوا جزء من جيل المحاربين الثمانية الجداد، ولكن وعلى الرغم من ده كلهم اتقتلوا على ايد شخص واحد. فبيسأل بعدها بطلنا وونهوي: هل هو نفسه ذو العين الذهبية؟ فبيقول له تشوغون: وعشان اكون صادق اختفى معلمك كمان لفترة طويلة قوي، وما تبقاش عندنا الا التكهنات، ولكن كلماتك خلت الموضوع مؤكد. وبيقول هنا وونهوي: مين اكتر شخص ممكن يستفاد من وضع مشابه زي ده؟ من منظور طائفة الدم اللي بتحلم انها تقوم من جديد على رجليها، مش من الضروري اضعاف قوة الفصيل السياسي. بمعنى تاني ممكن يكون ذو العين الذهبية مرتبط بطائفة الدم. ده هو تخمينهم، ولكن موت ثلاثتهم ما كانش مدبر من قبل طائفة الدم نهائيا، عشان كده فاساس تخمينهم ضعيف من البداية. وبعدها بيقول لهم وونهوي: ما اعتقدش ان احنا ممكن نتجاهل احتمالية انه يكون ده مرتبط بقوة ثالثة زي الاشرار الاربعة العظماء. فبيقول له تشوغون: ايوه، احنا كنا بنراقبهم طوال الوقت لدرجة ان احنا يئسنا منهم. ومن ناحية تانية اذا كان ذو العين الذهبية ملوش اي علاقة بطائفة الدم، فلا بتعتقد انه هيعمل شيء زي ده. وبيكمل جيك: بعد قطعه لدراعي كملت انا البحث عنه، ولكن مفيش فايدة. الامساك بيه مهمة اكيد، لكن الغابة اكتر اهمية من الشجرة. بعد الحرب كنت بشتغل على جمع المعلومات لفترة طويلة قوي عن بقايا طائفة الدم. وبيشيل تشوغون حاجة كده عن خريطة كبيرة، وبيقول: اولا بتشعر بارتجاف قلبك لما تشوف العدد ده من النقاط، صح؟ فبيقول وونهوي بنفسه: النقاط الحمراء دي كلها بتشير لعدة قواعد لطائفة الدم، ما اعتقدتش انه هم ممكن يلاقوا القدر ده كله. فبيكمل تشوغون: هل عارف كم مكان من الاماكن دي رحنا ليه لحد الان؟ رحنا ل3 بس، كانوا اقوياء جدا لدرجة انهم قدروا يهربوا من قبضتي في كل مرة. هل عارف ايه اللي بيعنيه الكلام ده؟ فبيقول وونهوي بنفسه: انا عارف كويس ايه اللي بيعنيه ده، الموضوع بس ان انا بشعر بعدم الارتياح حوالين ان انا اقوله بنفسي. وهنا بيقول وونهوي: في معلومات بيتم تسريبها ليهم، ممكن يكون في جاسوس داخل التحالف، صح؟ فبيقول له تشوغون: زي ما هو متوقع من تلميذ عبقري تماما زي ما قلت. لاحظت وجود 3 جواسيس من طائفة الدم، ممكن يكون في اكتر من 10 اشخاص تانيين احنا ما بنعرفش عنهم اي حاجة. فبيقول وونهوي بنفسه: ممكن اكون على علم بهوية ال3 اشخاص اللي ذكرهم، على عكس طائفة الدم اللي اخفت نفسها. كان تحالف الموريوم مفتوح للكل، مما خلى من السهل او انتشار الجواسيس ما بينهم. فبيقول ماو: هو احنا مش لازم نكشف كل الجواسيس يا سيدي. فبيقول جيك: اعتقد ده كمان. ولكن تشوغون بيكمل: حتى لو قبضنا على الجواسيس الحاليين فييجوا جواسيس تانيين اكيد الموضوع ما منوش اي فايدة. فبيقول وونهوي: ده هيتسبب في انه تبقى المعلومات مربكة بالنسبة لينا وبس، ربما احنا لازم نحاول نخدعهم ونديهم معلومات كدابة عشان يسربوها، او ربما. فبيبص
له تشوغون كده وهو مصدوم قوي، فبيستغرب بطلنا وونهوي ليه بيبص له هو بالشكل ده، وهل هو ما كانش لازم يقول الحاجه دي. فبيقول تشوغون سيد وونهوي، هل بتفكر تنضم للفرقه العسكريه معانا؟ انت شخص موهوب، لو ما كنتش انت عايز تكون محارب لكنت عايز اكيد اجندك بالفرقه العسكريه فورا. هل واثق انك مش عايز تنضم؟ فبيقول له وونهوي اعتقد انك بتبالغ بمدحي وبس. فبيقول تشوغون رؤيه مدى روعه قدرات خليفه مبارز القمه السماويه بتشعرني بالطمانينه، اذا كنت بتتمتع بكده موهبه فانا عاوز اطلب منك خدمه، ده طلب انا عاوز منك تقبله اكيد، فممكن يكون مهم قوي للفصيل السياسي ولتحالف الموريوم. فبتتكلم معاه سيما. فبيقول لها وونهوي مفيش مشكله، سماع اللي عنده مش هيضرنا. وهنا بيكمل تشوغون مش هطلب منك تطارد ذو العين الذهبيه نهائيا، ما تقلقش، الموضوع متعلق بالبطوله اللي انت مشارك فيها، في احتماليه انه في 3 اشخاص على الاقل من طائفه الدم هيشاركوا في المبارزه دي. فبيقول مواو ما اعتقدتش انهم ممكن يشاركوا في البطوله كمان. فبيقول وونهوي بنفسه ايوه واحد منهم واقف قدامك اكيد. وبيكمل تشوغون اذا كانوا ماهرين بما يكفي هيقدروا يحصلوا على مركز رفيع في البطوله، فمن المحتمل انهم يعملوا خطوه مش متوقعه تجاه منصبي، ده احد تخميناتي للي ممكن يكون هدفهم. اما التاني فبيستغرب بطلنا وونهوي وبيقول لنفسه تاني انا بدات اشعر بالقلق، ممكن يكون ايه احتماله التاني؟ فبيكمل تشوغون ربما يكون هدفهم التاني هو الحصول على سيف شيطان الدم من مستودع الاسلحه. فبيتصدم بطلنا وونهوي وبيكمل لنفسه انا مش مصدق، الامور بدات تزداد صعوبه اكتر واكتر اذا كان ده تخمينه. وبيكمل وونهوي بنفسه الامور بدات تزداد تعقيد اكتر واكتر اذا كان اتحاد الموريوم على علم بحقيقه انه طائفه الدم بتستهدف سيف شيطان الدم، هيبقى من الصعب ان احنا نحصل عليه. انا لازم استخدم دماغي، لازم استغل الوضع ده علشان احصل على معلومات زي دي ممكن تكون مفيده بالنسبه لي. وبيقول وونهوي مش لازم نهائيا نخفض من دفاعنا، او يمكن ان المعروف اللي انت عايز تطلبه مني ليه علاقه بسيف شيطان الدم. فبيقول له تشوغون لا مفيش داعي انك تقلق حوالين الموضوع ده. فبيستغرب وونهوي وبيساله عن مقصد كلامه. فبيقول له تشوغون حتى اذا كانوا محظوظين بما يكفي عشان يفوزوا في المسابقه فمش هيقدروا يحصلوا على سيف شيطان الدم. خلال 5 ايام هيتم نقل سيف شيطان الدم لجبل وودونغ، هيتحمل الكبير جيونغ سيون مسؤوليه نقل السيف، وعلشان كده مفيش داعي تقلق عليه. فبيقول وونهوي بنفسه اذا هيتم نقل سيف شيطان الدم من مخزن تحالف الموريوم لجبل وودونغ، اذا كان اللي هينقله هو جيونغ سيون احد ال8 محاربين العظماء فالسيف في ايادي امينه. فبيساله ماو وايه اللي انت عايزنا احنا نعمله يعني هنا؟ فبيقول له تشوغون اللي عليكم تعملوه هو انكم تلاقوا ال3 اشخاص المشكوك فيهم بالبطوله، لو امكن انا عايز منكم تحصلوا على اعلى المراكز في البطوله حتى ما يمتلكوش الجواسيس اي فرصه عشان يعملوا حاجه. فبيلاحظ ماو حاجه وبعدها بيقول ازاي انا ممكن ارفض طلب زي ده بصفتي عضو في التحالف، انا مش هخيب ظنك. فبيقول وونهوي وانا اكيد انفذ المهمه اللي انت اتمنتني عليها. فبتكون سيما متفاجئه قوي. وبيقول وونهوي لنفسه ما قداميش الا ان انا اقول له ده بعد ما وصلت الامور لهنا. صداع انتهى بيا الموضوع ان انا اتورط مع الجانبين بدون قصد. وبعدها بنشوف جيك بيقول ايها القائد العسكري هل دي هي الحقيقه؟ فبيقول له تشوغون هي ايه بالظبط؟ فبيقول له جيك اللي قلته من شويه انت لتلميذ مبارز القمه السماويه حوالين تعهدك بسيف شيطان الدم لزعيم طائفه وودونغ، هل مش تم مناقشه الموضوع بالفعل؟ فبيضحك تشوغون. فبيقول له جيك استنى انت خدعت الولد. فبيقول له تشوغون اكدت انت ايها المحارب العظيم جيك هويه الولد شخصيا، فازاي ما ثقش بيه؟ انا بثق بيه ولكن علشان يطمن قلبي، انا بشعر بس ان انا من واجب علي ان انا عامل شيء زي ده. فبخلاف الولد داك في 2 تانيين اختفوا لاكتر من سنه وبعدها رجعوا. فبيقول له جيك اذا كنت بتشك فيهم فمش لازم احنا نحقق معاهم مباشره. فبيقول له تشوغون ما انا رميت الطعم بالفعل. فبيستغرب جيك من كلامه وبيكمل تشوغون اذا تم اغراءهم بالفعل بالمعلومات الكاذبه حوالين سيف شيطان الدم فمش هتكون دي فرصه كويسه عشان نتخلص منهم كلهم دفعه واحده. فبيقول ماو ده الهاء صح؟ فبيكمل تشوغون هل فهمتم دلوقتي؟ للسبب ده ما تحركناش حتى دلوقتي للقبض على الجواسيس. فبيقول ماو لنفسه يا الهي القائد العسكري مخيف بجد، اتبين ان هو مش ماهر بس بالفنون القتاليه. وبيقرب تشوغون وبيقول رفعت امالي عليك انت كمان يا ماو، لازم تحصل على مركز مرتفع. فبيقول له ماو شكرا على ثقتك بيا يا سيدي. وبيلاحظ هنا ماو حاجه وهي السيف القصير سودام بتاع بطلنا وونهوي، وبيقول الخنجر ده مش هو بتاع سو وونهوي. وبعدها بنشوف سودام بتقول انا بخير تماما اذا زي ما كنت بقول. فبيقول وونهوي بنفسه انا سبت سودام هناك تحسبا لاي حالة طوارئ وهي انقذت حياتي من شويه، كنت على وشك ان انا اوقع بالفخ. تشوغون
بيستحق بجد انه ينتمي لتحالف الموريوم ويبقى القائد العسكري بتاعها. فبتقول له سودام مهما كانت شدة دهاء تشوغون ما كانش هيخمن نهائيا انه السيف هيسمع للي كان بيقوله. فبيقول لها وونهوي وده صحيح تماما. فبيقول جونغ داي انا فرحان انه كل شيء مشي زي ما هو متخطط له، ولكن هل مش كان من الاسرع ان احنا ناخد نظرة على ذكرياتها؟ فبيقول له وونهوي معاك حق، ده هيكون اكتر فعالية ان احنا نسمع لكلامها الطويل. فبتتعصب سودام وبتقول له تعالى انت مشكلتك ايه يا ابن الحلال معايا؟ تعالى كده يا جونغ داي، انت عايز منه يقرا ذكرياتي بدل ما يسمعها مني؟ انت مش عارف مقدار الصعاب اللي انا بواجهها. وعند بيت الضيوف بنشوف وان بيقول ايه انت ما بتنويش تغير خطتنا ولا تقدم تقرير عن المعلومات اللي حصلت عليها؟ فبيقول له وونهوي واضح انه ده فخ، مش غريب انه يتم تسريب زي المعلومات المهمه دي لينا مش لاعضاء التحالف. فبتقول سيما انت معاك حق يا قائد، اذا كان بجد عايز منك مساعدته في العثور على الجواسيس لما كانش قالك بمكان سيف شيطان الدم. فبيقول وان عندها وجهه نظر كمان. فبيقول وونهوي بنفسه استنوا لحظه بس، هل كان من الممكن انها حصلت على المعلومات دي هي كمان بفضل القوه الاستخباراتيه للقائد العسكري؟ هم يقدروا يقبضوا على كتير من الاشخاص المشبوهين غيرنا، في الحاله دي كان هيتم القبض على جواسيس هايانج كمان، ربما هم رموا لهم طعم زي ما عملوا معانا. فبتقول سودام ده شيء كويس في الواقع مش كده ولا ايه؟ دي فرصه عشان نتخلص من جانبها بشكل نهائي، فاذا تم القبض عليها مش هيكون من الممكن توحيد طائفه الدم من جديد بدون ما نحصل على سيف شيطان الدم حتى. فبيقول جونغ داي سودام انا شايف انه بصيرتك اتحزنت قوي، وبتكون سودام ضرب جونغ داي ضرب كتير. فبيقول وونهوي ده صحيح، ولكن لسه احنا لازم نفكر في العواقب السيئه زي ما فكرنا في الكويس منها. فلو وقعت هايانج في الفخ فممكن الاتحاد الموريوم يستخدم ده كسبب لتوحيد اكبر عدد ممكن من الفصائل السياسيه. مش هيفضل سيف شيطان الدم بحوزه التحالف وبس، بل ممكن يشتغلوا على تدميره بدون ما يرفلهم جفن كمان. في اسوأ الحالات لو تمكنوا انصار هايانج من انقاذها فممكن تتعرض طائفه الدم بعدها لضربه قويه هتاخد منها فتره طويله قوي عشان تتعافى منها. ولكن من زاويه تانية هايانج وهايون ما بيختلفوش عن بعضهم البعض كتير، بس من خلال انهاء الحرب الداخليه بدون التسبب في اضرار كبيره لاي من الجانبين وقتها هترجع طائفه الدم لحالتها المثاليه. كان ده هو السبب اللي خلاني ان انا اتحمل زي المخاطره دي عشان ارجع سيف شيطان الدم من الاول اصلا. وهنا بيقوم بطلنا وونهوي فبيساله وان ايه هنعمل ايه دلوقتي؟ فبيقول وونهوي اعتقد ان انا لازم اتواصل دلوقتي مع هايانج. فبيتجنن وان وبيقول له ايه انت اتجننت ولا ايه؟ فبتقول له سيما لا استنى شيل الفكره دي من دماغك، يعني هي فكره مجنونه بس انت ازاي هتلاقي احد اتباعها في المدينه العملاقه دي؟ هم لازم يكونوا بيخفي هويتهم بشكل كامل عشان يتجنبوا اكتشافها داخل القلعه مش كده؟ فبيقول لهم وونهوي لازم نلاقيها، جرب مهاراتك يا وان. فبيقول له وان انا ليه يعني مهاراتي انا؟ فبيقول له وونهوي من غيرك يعني هيقدر يعملها، انت لازم تلاقيها خلال 5 ايام، جيب لي اي حاجه ممكن تدلني على مكانها الحالي. وبنشوف سيما وهي بتفكر كده، وبعد اقل من ساعه بنشوف وونهوي بيقول ليه تاخرتي؟ احنا لازم نروح لمكان الحداده. فبتقول له سيما سيدي هل ممكن اطرح عليك سؤال؟ فبيقول لها وونهوي كملي. فبتقول له سيما اي نوع من البنات انت بتفضل؟ هل بتعجبك الست ديك؟ فبيقول لها وونهوي قصدك هايانج؟ طيب ليه السؤال المفاجئ ده؟ فبتقول له سيما ارجو منك تجاوبني على سؤالي ده. فبيقول لها وونهوي انا ما فكرتش في شيء زي ده نهائيا من قبل. في الواقع اعتقد ان انا بفضل انها تكون هاديه وعندها عقليه كويسه. وبيقول لنفسه ارجوكي خليكي على مسافه مني. فبتفرح سيما وبتقول ها بجد انا مرتاحه قوي. فبيستغرب بطلنا وونهوي من كلامها ده، وبتكمل سيما طيب لما تتجوز هل بتمنع انه يكون والد زوجتك شخص مخيف قوي كده؟ فبيفكر بطلنا وونهوي بسيما تشاك سيف ظل القمر وبيخاف وبيقول هيكون ده صعب شويه. فبتقول له سودام هي ما تقدرش حتى تعمل اي حاجه في البيت يا ابني. فبيقول لها وونهوي ما تكونيش سخيفه، تفاصيل صغيره زي دي ما بتهمش. انا عرفت ده لفتره طويله انه سيما يونغ كانت بتكني لي المشاعر بالسر، كل كلماتها دايما كانت بتشاور لي، مستحيل انه محدش يعرف انها بتكن المشاعر ليا الا اذا كان غبي. فبيقول له جونغ داي ما اعتقدش انه كون والدها مخيف هيعمل عائق قدامك. فبيستغرب وونهوي من كلامه وبيكمل جونغ داي اتعرض مالك السابق لموقف ذات مرة تعين عليه يقدم نصيحة لمحارب مبتدئ كان على وشك انه يتجوز. قال له انه مهما كان مقدر له كره والد زوجته ليه فهو هيقتل والدها في النهاية. فبيضحك وونهوي وبيقول هم ما بيملوش اطلاقا من اللي هم بيعملوه. فبتقول له سيما ليه بقى لون بشرتك شاحب كده؟ انت ليه اصفريت كده؟ في حاجة يا سيدي؟ فبيقول لها وونهوي لا ما تقلقيش انا بخير. وبيقول لنفسه ايه اللي انا مفترض عليا ان انا اجاوب بيه دلوقتي؟ انا
هكون في ورطة لو ما جاوبتش. وبيلاحظ وان بيشوفهم من بعيد فبيقول وان انت انا كنت في انتظارك تعالى. فبيدخل وان عليهم وبيقول له وان هوي انت واجهت وقت صعب، ايه رايك نروح لمتجر الحداده وناكل لنا شويه لحم في طريق الرجعه؟ فبيقول له وان فكره مذهله قوي يا سيدي، ولكن هنا بتدوس على رجله سيما. فبيقول وان سيدي انا كنت بجري لفتره طويله عشان كده هواجه وقت صعب ان انا امشي لهناك. وبيقع بعدها على الارض. فبتقول سيما انا هجهز لك شويه لحم واجيبه لك علشانك بطريقنا لهنا. فبيقول وان سيدي هل انت على علم انه سيما يونج بتضربني اكتر من ما بتتنفس الايام دي؟ فبيقول له وان هوي اعتذر عن ده والله. وبعدها بنشوفهم كلهم ماشيين وبيقول واحد منهم ربما حصل ده لانه الظلام جاء ولكن كل الاضواء مطفئه. فبيقول وان هوي عشان الكل نايمين دلوقتي. فبيقول له وان لا في حاجه غريبه انا ما بشعرش بوجود اي شخص جوه. فبيقول له وان هوي خلينا نتحقق دلوقتي. وبيقول وان هوي لنفسه اختفت معظم المعدات وحتى الاسلحه اللي كانت محطوطه على الحيط فيما مضى، وكمان كل السيوف اللي انا حطمتها قبل كده بالاضافه لنسخ سيوف زعيم تحالف الموريوم كلها اختفت. وده لما بيدخل وبيشوف كل اللي حصل. وبيقول وان وهو بيتفحص المكان انا ما لقيتش اي شخص في المكان، باين انه مشي وهو مستعجل. ولكن هنا بيطلع شخص وبيحط ايده على دماغ وان وبيفقد وان الوعي في وقتها. وبيظهر المحارب ده من وراء بطلنا وون هوي اللي بيكون بيقول لنفسه مع اختفاء كل السيوف اللي انا كسرتها من المكان ما تبقاش الا الخمس سيوف المطابقه لسيف زعيم التحالف. هل بتعتقد انه زعيم التحالف هو اللي خد السيوف ديك؟ فبيقول له وون هوي ده احتمال منطقي، ولكن ايه السبب اللي ممكن يخليه يعمل شيء زي ده اذا كانت السيوف دي مهمه بالنسبه له للدرجه دي؟ لكن وهنا بيقول له جونج داي انتبه وراك. فبيبص بطلنا وون هوي وراه وبيقول هو امتى وقع وان على الارض؟ انا ما لاحظتش ده حتى الان، في حاجه غريبه. فبيقول له الراجل ما تبصش وراك نهائيا. فبيقول وان هوي بنفسه هو واقف ورايا مباشره ولكني ما شعرتش باي علامه تدل على وجوده، هل هو خبير قتالي؟ ايه اللي بيعمله شخص زيه هنا؟ فبيقول له جونج داي وان هوي هو بيبص حواليه دلوقتي. فبيقول وان هوي بيبص حواليه في اللحظه اللي انا بشعر بيها بانبعاث نيه قاتله منه ههاجمه حالا. وبيحط ايده على السيف بتاعه وبيجهز نفسه وبيقول انا ما اقدرش ابقى واقف كده بدون ما ابص ورايا، انا هقدر اهرب من المكان بسهوله لو خدت معاه قتال متوسط المدى، ولكن مش عارف ايه اللي ممكن يحصل لوان لو انا هربت. بما انه الامور وصلت لهنا فما عنديش اي خيار. وبيسحب سودام كده وبيكون عايز يضرب، ولكن بيضربه الراجل الغريب ده على ايده وبيوقع سودام منه وبيقول له حياتك مش همك كتير على ما يبدو. فبيسحب بطلنا وون هوي سيف جونج داي وبيبدا يقطع بالراجل ده. فبيقول وون هوي بنفسه هو سريع قوي فانا ما اقدرش حتى اتوقع حركته اللي جايه. وبيحاول بطلنا وون هوي انه يلف وبيبص على السيف. فبيقول له الراجل مهاراتك دي مش هتقدر انها تشوف وشي، استسلم. وبيحاول وون هوي يشوف ظله على السيف وبيقدر يعمل كده. فبيقول له الراجل السيف داك. وبعدها بيوجه بطلنا وون هوي ضربه عنيفه قوي وبيلوح بالسيف بكل مكان وبيقول عملتها اخيرا وانا ماسك السيف كده هنط لفوق واصرخ باعلى ما يمكنني حتى يقدر حد يسمعني. ولكن قبل ما بطلنا وون هوي يعمل حاجه تانية بنشوف الراجل الغريب ده قدر انه يمسك السيف بتاع بطلنا ويلاقي ثغره. فبيقول وون هوي بنفسه هو لقى ثغره ازاي؟ وفوق كده هو مسك سيفي باصبعين وبس. وبنشوف الشخص ده هو بيسحب السيف من بطلنا وون هوي وبعدها بيديله ضربه مدمره بتوقعه على الارض. فيا ترى مين الشخص ده وايه علاقته بصانع السيوف وايه اللي هيعمله في بطلنا وون هوي؟ كل ده واكتر هنعرفه في الاقسام اللي جايه من حكايه وون هوي امبراطور النصل. اما لو وصلت من الدقيقه دي من الفيديو يا اساطير فانتم اساطير، واكتبوا لنا في التعليقات يا اساطير كلمه اساطير. وبس يا شباب اشوفكم ساعتها بخير ان شاء الله. ما تنسوناش من اللايكات الاشتراكات، ما تنسوش تصلوا على النبي الكريم، تذكروا الله. شكرا على المشاهده، سلام.